تطورات خطيرة جدا جدا في حالة الفنان تامر حسني، وبالأخص بعد تصريحات طبعا العالمة الفلك أو الدكتورة اللي هي تدعي إن هي تابعة للفلك، وقالت توقعات قوية جدا ورد طريقة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل. كل الأمور ديت هنتكلم عليها النهاردة في حلقة خاصة على قناة الناقد والمنقود. في البداية تحية طيبة لإخواتنا وحبايبنا مشاهدين ومشتركين قناة الناقد والمنقود اللايف الكرام اللي مشرفينا ومنورينا متواجدين معانا. طبعا خلال الساعات اللي فاتت او خلال الايام اللي فاتت الفنان تامر حسني معروف ان هو بيمر بحاله صحيه قويه جدا جدا، وهقول لكم اخر المستجدات برضو اخر الاخبار في موضوع الفنان تامر حسني وايه اللي تم وايه التفاصيل اللي هي حصري. تامر يمكن على مدار الايام اللي فاتت وهو حالته الصحيه مش مظبوطه، يعني بيمر بتجارب صحيه مش كويسه جدا جدا، فانا عايز بطلب من حضراتكم ان انتوا تدعوا له بالشفاء العاجل، ربنا يشفيه ويعفي عنه باذن الله تعالى ويقوم تامر حسني بالسلامه. تعالوا نشوفوا كمان تطورات الحاله الصحيه لتامر حسني وصلت لغايه فين. طبعا زي ما احنا اتعودنا خلال الايام اللي فاتت ان انت كل حد بيتعب او بيجيله اي مرض لازم يطلع لك حد يقول لك ايه، انا بتوقع انه هيحصل له كده. عايز اقول لكم حاجه، كلمتين في اول البدايه كده، يا ريت تسمعوهم مني وتركزوا فيهم. كفكرة الناس اللي بتطلع تتنبأ وتقول مثلا ان ده هيحصل له كده او ده هيحصل له كده او ده هيحصل له كده، لا يعلم الغيب الا الله. لا يعلم الغيب الا المولى عز وجل. يعني اي حد بيطلع يتكلم او بيقول اي كلام من النوعية دي عبارة عن تكهنات. كل الكلام ده عبارة عن تكهنات بس فقط لا غير. تكهنات، لكن مفيش الكلام ده نهائي. فما تصدقوش اي حد يطلع يقول لك فلان هيموت، فلان هيحصل له، فلان هيعمل حادثه ويموت، زي ما حصل مع موضوع اسماعيل الليثي. كلها تكهنات، كلها تكهنات، وربنا يشفي الفنان تامر حسني ويقوم بالسلامه باذن الله تعالى. تعالوا نشوفوا الاول كده. قالت ايه هذه السيدة؟ تامر حسني مش هيقوم من التعب، دي حالته الصحية صعبة جدا والدكاترة مش هيلاقوا له علاج وهيرحل بسبب مشاكل الكلى وهيحصل زي اسماعيل الليثي. ده اللي طلعت قالته الست اللي اسمها كابي دي، خبيرة التوقعات مشهورة على السوشيال ميديا. كابي ظهرت في فيديو وقالت للأسف تامر حسني حالته يوم عن يوم هتسوء اكتر ومش هيكمل كتير، وطبعا الاعمار بيد الله. بس انا شايفه اللي شايفاه قلته، وطبعا هتقولوا اني بكذب وبهبت في الكلام، بس افتكروا اسماعيل الليثي قبل ما يرحل بكام يوم قلت لكم انه هيعمل حادثه ويموت. والنهارده بقول لكم تامر حسني مش هيقوم من ازمته الصحيه دي. والحقيقه طبعا ان كابي تنبأت بوفاه تامر حسني، يعني هي قالت طبعا تامر حسني بالمعنى الاصح قالت ان هو قالت على اسماعيل الليثي وتنبأت بالكلام ده. وما زلت اقول لحضراتكم اقول لكم ان كل الكلام اللي بتقوله هذه السيدة كله كلام كذب لا يصدق. عايز اجيب لكم الكلام بتاعها بالظبط. طبعا الناس طبعا كتيره جدا، السوشيال ميديا اتقلبت، قالوا لك ناس بتقول دي اشاعات لازم تتحاسب عليها. طبعا طبعا وانا قلت الكلام ده لازم تتحاسب على الكلام دوت. وناس خايفه فعلا بعد مرض تامر الاخير. مفيش خوف من الكلام من ده، وانا بطمن الناس ما تصدقوش حد، لا يعلم الغيب الا الله. هم عايزين يوصلوكوا لكده، هم عايزين يوصلوكوا لكده ان انتوا تصدقوا، عايزين يوصلوكوا ان دي تلعب بمخك. تخيل. طب نكمل وبعد كده هقول لك ايه اثر الموضوع ده. وناس خايفه فعلا، وناس شايفه ان الموضوع بقى تعدي على حياه الناس الخاصه عشان الترند. طبعا وانا متفق معاكم في كل الكلام دوت والقصه دي كلها. طبعا الكلام ده بالمعنى الاصح يعني حاجه مش لطيفه، حاجه مش لطيفه. طب بصوا، هم عايزين يوصلوكوا قبل ما اخش بس في تطورات الحاله الصحيه بتاعت تامر حسني اللي انا هكذب بيها كلام كابي، وان تامر حسني حالته الصحيه هتبتدي تتحسن. هم عايزين يوصلوكوا ان هم اي كلمه تقولها هذه السيده فانت تصدقها. تخيل ان انت لو بتبني حياتك على توقعات شخص، يبقى الشخص ده في ايده مستقبلك وفي ايده حياتك كلها، يبتدي يلعب بيها زي ما انت عايز.
يعني مثلا لو انت عايز تستثمر فلوسك مثلا في حاجه فيقول لك لا، هتخسرك. كي يجوز ان هو يكون تبع عصابه هم اللي بيخسروا الحاجه دي. يعني انا قلت لما حد يطلع يتنبأ يقول مثلا على حادث اسماعيل الليثي، اصل اسماعيل الليثي هيموت في حادث، الست دي كانت المفروض تتحاسب بالكلام دوت. فهمي رسمي نظمي، لازم هذه السيده تتحاسب بالكلام ده. ليه؟ لان الكلام اللي قالته ده خطير على موضوع اسماعيل الليثي. انا ذات نفسي لو في مكان اهله هقدم فيها بلاغه، اقول هي اللي عملت فيه كده. انت ايش عرفك؟ يبقى انت خلاص ليه بقى؟ عشان تبطل اللي هي بتعمله. لان هي ما تفعل هذه السيده الكلام ده من اجل ان هي تخليك ان انت تصدقها. هتطلع تقول لك انا شايفه كذا وشايفه كذا وشايفه كذا، فمش هتسيب حد، فهتختار اسم كمان، وده برضو من ضمن الاسباب. اسم محبوب، الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتعشق حاجه اسمها تامر حسني، فهتبتدي ان هي تلعب باسم تامر حسني. فلا بد من اتخاذ اجراء ضد هذه السيده قبل ما الموضوع يتوغل. لان للاسف في ناس بتحط القصص دي تبتدي تصدقها. يعني في ناس بتبتدي بالمعنى الاصح تصدق الكلام ده، ويبتدوا يقتنعوا بالكلام دوت ويصدقوا لك هي كان عندها حق، اصل هي كانت بتتكلم صح. ده بالنسبه للموضوع دوت. بسمه بوسيل طبعا كان ليها رد ان هي شكرت بنتها جدا وقالت ان انا بنتي جدعه وقد المسؤوليه وعلى مقدار المسؤوليه، وقالت ان انا ما كنتش عارفه، عايزه اعرف الاولاد حاله والدهم عشان خاطر طبعا هم لسه صغننين مش فاهمين طبعا ايه التفاصيل. طيب ناخد اخر المستجدات لتامر حسني. انا بدعي بالشفاء العاجل لتامر حسني، رغم ان انا عمري في يوم من الايام ما شفته ولا اتكلمت معاه، بس انا بحبه. وعلى فكره انا مش محب الا لبعض الاعمال الفنيه لتامر حسني قليله جدا، بس انا بحب تامر كشخصيه عشان جدع، عشان ابن بلد، عشان ربنا لما انعم عليه ما خدش النعمه لوحده، قال دي مش بتاعتي، بقى يدي يعمل اعمال خير كتير جدا. في اعمال خير على فكره كتير جدا تامر حسني مع الناس ما تعرفهاش عنه. يعني في حاجات حلوه تامر حسني بيعملها، ناس كتيره جدا ما تعرفش عن تامر حسني ان هو بيعمل كده وبيعمل كده وبيعمل كده. في نهايه الفيديو بتاعي ونصيحه للمتابعين والمشاهدين، اوعى اوعى تصدق حد يحطك في حته مش كويسه. هم عايزين يوصلوك للمكان ده، عايزينك تفكر في التفكير ده، عايزين يبقى دي عقليتك وده تفكيرك اللي انت بتفكر فيه، انك تصدق، انك تصدق اللي بيتقال، وتصدق اللي بيحصل، وتصدق كل اللي انت بتشوفه قدامك. هم عايزينك توصل للمكانه دي. اوعى تديهم الفرصه ان يملكوا عليك كده ويوصلوك للجزئيه اللي هم عايزين يوصلوك فيها. انك تصدق ما يقال وما يتم تداوله، انك تصدق بالمعنى الاصح لما يقول لك ده فلان هيموت فانت تصدق. يا جماعه الخير، البني ادم بيتولد وربنا كاتب على جبينه يوم ما ماته. البني ادم بيتولد وربنا كاتب على جبينه يوم ما ماته. انت هتموت في الوقت ده. تعددت الاسباب والموت واحد. القصه كلها عباره عن سبب. ولا كلام حد هيطلع على السوشيال ميديا يقوله هيتسبب في وفاه حد نهائيا، ولا اي كلمه ممكن تتقال على الميديا تتسبب في ضرر لحد الا باذن المولى عز وجل. فخلي عندكم يقين بالله. للاسف ان في بعض ناس كتير جدا تقول له مثلا ايه، يكون واقع في ظرف، تقول له ادعي قول ربنا يكرمني، يقول لك يا عم انا مخطئ، فلما ادعي ربنا مش انت ايش عرفك؟ انت ايش عرفك ان انت لما تدعي ربنا مش هيتقبل منك؟ ادعي وقول ربنا يكرمني، ربنا يرزقني بالحلال. فاللي عايز اقوله لحضراتكم، ما تصدقوش كلام زي ده. الناس دي قصدها توصل لكم كلام يكون بالمعنى الاصح. المقصود من الكلام ده كان مش اكتر بس ان هم يخليكوا تتوتروا، يخليك تصدقه. هو عايزك ان انت تصدق كلامه، تصدق الكلام اللي هو بيقوله. هو عايزك كده، عايزك تصدق كل كلامه وتصدق كل افعاله، تصدق هو اللي بيقوله كله. فما تصدقش كلام اي حد الا نفسك. صدق نفسك انت، صدق قبل نفسك ربنا اللي هو الاعمار بيد الله. ادعوا حضراتكم للفنان تامر حسني، ربنا يشفيه يا رب ويعفى عنه باذن الله ويقومه لاولاده بالسلامه. ادعوا لكل مريض ربنا يشفيه ويعفى عنه ويقومه لاولاده بالسلامه. بشكركم جدا جدا مشاهدين ومشتركين قناه النقد والمنقود الكرام. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.